يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. اليوم طبقنا من مي بليتس هو بطاطا بيوريه فوقها شرحات مع صوص الصويا والخردل. وهلأ لنحضر مع بعض طبقة البطاطا البيوريه. سلقت البطاطا كتير منيح مع ملح، وهلأ بدي أمعصهم أخلطهم. وهيك انهرست معنا البطاطا تمام. الأخير معلقة زبدة كبيرة ومعلقتين حليب، بنهرسهم منيح مع بعض. وهيك صارت الطبقة الأولانية من البطاطا البيوريه جاهزة. لنروح بقى نساوي الطبقة اللي فوقها اللي هي الشرحات مع الصوص. وعنا الشرحات مقطعتهم فتايل هيك طويلة وتبلتهم بالملح والفلفل. هلأ دوبنا الزبدة ورح نزل الشرحات فوقهم قليهم معاهم. بنقلبهم لحتى ينشفوا ويحمروا اطرافهم. وهيك بعد ما حمرت اللحمة واخدت لون رح اشيلها حطها بالصحن. بنفس المقلاية رح بنزل قلي البصل، وهي اخدت البصل اللون حمرت. رح ننزل فوقها بالفليفلة كمان بنقلبها شوي تقليبتين. بنرجع اللحمة فوقهم الشرحات وبنحرك منيح. النكهة الأصلية هي لصوص الصويا. نحط معلقتين كبار ونحط معلقة خردل مستردة ومعلقة باربيكيو صوص، ونضيف عليهم نص كاسة مي. نحرك ومنغطيهم، نتركهم شي 10 دقايق بس لتستوي اللحمة. وهيك صارت لحمتنا جاهزة مسبكة مستوية. ننزل فيها فوق البطاطا البيوريه، نفردها منيح. ريحة بتشهي وطعمة أطيب. وهلأ بنحط جبنة الشيدر فوقها، وهلأ بنحط الذرة كمان على الأطراف، كتير بتعطيها طعمة طيبة. عم نحط فوقهم كمان فطر فريش كتير طيب على الدواير، يعطيها طعمة ولا أطيب من هيك. وهيك هلأ صارت صينيتنا جاهزة. رح ندخلها للفرن 10 دقايق بس، فرن حامي بس لتذوب الجبنة. وهيك صارت أكلتنا جاهزة. ذابت الجبنة، ريحة بتجنن وطعمة ولا أطيب. اسمعوا مني جربوها، كتير طيبة. وإذا عجبتكم خبروني بالتعليقات، اعملوا مشاركة واشتركوا بقناتي مشان توصلكم كل وصفاتي.